السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وفاء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الوصفه ديال اليوم عباره عن مركز الحامض او الليمون. هذا المركز غادي ينفعنا بزاف ديال الوصفات. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا غادي نحتاج واحد الكميه ديال الليمون لا باس بها على حسب الرغبه. بالنسبه لي انا استعملت 2 كيلو، نتوما تقدروا تستعملوا قل واكثر. وواحد الحامض رخيص في السوق الواحد يستغلوه ويوجد هذه الوصفه راه كتجي زوينه بزاف. الحامض من بعد ما غسلناه مزيان ونشفناه كنشدوه كنحكولو ديك القشره الصفراء. حاولوا ما امكن ما تفوتوش فيها البيضه باش ما تلقناش المروره. كنستمروا في العمليه حتى كنكملوا الكميه ديال الحامض اللي عندنا كامله. كنخلي القشور على جنب وكندوز باش نعصر العصير ديال الحامض. كنعصر هاد الحبات ديال الحامض اللي عندي كاملين. من بعد ما عصرنا الكميه كامله كنخويو داك العصير ديال الحامض على القشور وكنضيفوا واحد الكميه ديال السكر. القاعده كتقول كل كيلو ديال الحامض كنديروا لها نص كيلو ديال السكر. انا مادام درت 2 كيلو ديال الحامض فضفت لها كيلو ديال السكر. وكما كتشوفوا راني حولت هذاك العصير ديال الحامض جاني داك البول شويه صغير باش درت حولته لبواطه شويه كبيره باش يقدني مع السكر. هنايا كنحركو مزيان داك السكر. كنخليو البواطه في واحد القنت في الكوزينه واحد ساعه ونص ولا. كنبقاو كل مره غاديين جايين عليه وحنا كنحركوه حتى كيذوب لنا داك السكر مزيان. الا بقى فيه شويه معليش غادي نديروه في الثلاجه عادي ماشي للمجمد. كنديروه في الثلاجه ونخليوه يبات ليله كامله. من بعد ما بات ليله كامله فكيولي على هذا الشكل، كيولي بحال السيرو. داك السكر كيذوب تماما وكندوزو باش نطحنو. هاد العمليه اختياريه ولكن انا كنفضل نديرها حيت هذاك القشور كيزيد كيتطحن وكيطلق هذيك النسمه ديال الحامض قويه، وحنا داكشي اللي بغينا حيت سميناه مركز. من بعد ما طحناه كندوزو باش نصفيوه مزيان داك القشور. وهاد القشور اكيد ما غاديش يترماو، كنحتفظوا بهم جانبا. داك المركز كنقسموه في بواطات وكنديروه في المجمد. هذا هو القشور ديالنا اللي خلينا ابار. كنشدوه كنديروه في بلاستيكه نسرحوه ونديروه في المجمد حتى هو فوقاش ما احتاجيناه كنجبدوه. احتاجيتي تنكهي الكيكه ولا المادلين ولا اي حاجه كتضيف واحد شويه منه كيجي ولا اروع. وكيكون هذا هو المركز ديالنا من بعد ما جمد. هو ما كيجمدش ما كيوليش حجره، كيبقى على شكل بوماد يعني كيكون سهل الاستعمال. من بين الاستعمالات ديالو ممكن تشدوا كاس كبير ديال الماء وتضيفوا له واحد المعلقه كبيره من المركز، كتخلطوه مزيان حتى يذوب وكيولي على هذا الشكل واحد العصير منعش وتقدروا تقدموه مع بزاف ديال الاطباق. كما ممكن انكم تستعملوه كاساس للعصائر ديالكم. ممكن تضيفوا واحد 2 معالق كبار واحد لتر ديال الماء وتطحنوا معاه اي فاكهه بغيتو، تفاح، البنان، راه كيجي اكثر من رائع وعنده استعمالات عديده. غادي نحاول ان شاء الله نبقى نبارطاجي معكم مره وصفه من هذا المركز. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. تبقاو على خير.